الملوكي، رئيس جمعية نجاح التنمية المحلية. الآن حنا في وقفة يعني عن تنسيقية ديال المجتمع المدني بسيس. هذه الوقفة طبعا جات في إطار مجموعة من اللقاءات اللي كتنظمها تنسيقية المجتمع المدني، اللي هي حاضر الممثلين ديالها حاضرين معنا من مونفلوري، من عين عمير، من عوينة الحجاج، من نرجس، من العراق، من المرابطين، وكذلك حتى من الرياض. هذه اللجنة ديال هذه التنسيقية ديال المجتمع المدني الدور ديالها هو أنها كتقوم يعني بمراقبة تدبير الشأن المحلي على مستوى مقاطعة سيس. الآن دابا في واحد الوقفة اللي هي سمينا وقفة احتجاجية من طرف يعني الساكنة والمواطنين والباعة المتجولين أو الفراشة، للاحتجاج على إغلاق السوق ديال الصفاء اللي هو الآن مغلق تقريبا أكثر من 6 سنوات وهو مغلق. كنتسائلوا لماذا هذا المشروع يعني التنموي مغلق إلى حد الآن، وفي نفس الوقت كنقولوا بأن إذا كانت يعني نتساءل ما هو الدور ديال المسؤولين أو المجالس المنتخبة، وعلى رأسها طبعا مجلس مدينة فاس ومقاطعة ديال مجلس مقاطعة سيس. نتساءل كذلك فين هو الدور ديال رجال السلطة أو الدور ديال وزارة الداخلية باعتبارها يعني الجهاز الوصي على مثل هذه المشاريع. كتنسيقية ديال المجتمع المدني بسيس نطالب المجلس مقاطعة سيس بأنه يفعل الدور ديالو ويفعل الاختصاصات ديالو، ويحاول أنه يسرع من لفتح أو لافتتاح هذا المشروع اللي هو مغلق هذه أكثر من 6 سنوات. الأولاد تردات بأي حاجة ديال المطالب هذه، وتنطلب من الناس هذا المارشي هذا راه 6 سنين وهو مسدود وما استفدنا منه والو سيدي، وما هادي والناس هي حدانا كل شيء ما استفد والو. الناس متشردين، الشتا انت تشوف كل شيء المارشي هو بزق ضاع بقوه هذا الشيء هذا. والناس رئيس جمعية نجاح المحلية ورئيس لجنة الفراشة بشارع النوال. احنا جينا هنا اليوم كنطالبوا المسؤولين كنطرحوا السؤال عليهم. المجالس مشات وجات، وهذا المارشي هانتوما كتشوفوا الحالة ديالو الكلاب الضالة. هاد الناس ما عرفناش شكون اللي عطاهم هاد الابواب باش تحلوا هاد سميتو استغلوا هاد المحلات. وكاينين انه ظهر لنا وعندنا التصاور ديال كاين الحوانت اللي هنا تكرا ولا كيكريو من العساس والله اعلم. وحنا الفراشه بشارع النوال الوضعيه ديالنا راه معروفه، وحنا ما راضيينش عليها، ما راضيينش على ذاك الوضعيه اللي حنا فيها. وهذا المشروع انه فعاود الساكنه تستافد منه وتسلم الناس اللي غتستحقوا. هما مشات المجالس الاولى والثانيه والثالثه والحاله كما كانت عليه. كنتسائلوا فوقاش هذا المارشي غيتحل. الا كان هذا الملك العموم هذا المال العام ديال المجلس اللي تهدر هنا ويبقى هكا، على الاقل اقصى ما يمكن يجيبوا ذاك الناس اللي ما عندهمش السكن ويريبوا هذا الشيء ويعطيوهم